ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا كان عندنا امل كبير جدا في ماتش الزمالك النهارده قدام الاهلي في السوبر المصري في النهائي، وكان عندنا امل كبير جدا في احمد رؤوف بعد المباراة الكويسة او المعقولة اللي عملها قدام بيراميدز، وقدر ان هو يقفل على فريق قوي من الاجناب ومن العمق ويوصل معاهم 0-0 ويوصل لضربات الجزاء ويقدر يكسبهم. قلنا وتوسمنا خير في احمد رؤوف ان هو هيبتدي يلعب بنفس الطريقه عشان ما يغيرش في الفريق كتير وما يألفش. هيلعب تقريبا بنفس الطريقه حتى لو فيها ناس اتصابت، على الاقل خالص تكون الناس اتدربت على طريقه واحده خلال الاسبوع بالكامل اللي هو استلم فيه، او 10 ايام بالكامل اللي هو استلم فيهم الفريق، ويقدر ان هو على الاقل يكون حفظهم فكره واحده يلعبوها بدل ما يقعد يلخبطهم كل شويه، والاعتماد على الافتكاسات اللي دايما المدربين للاسف اللي ما بيبقاش عندهم خبره وبيكسبوا ماتش كبير بيفتكروا ان هم كده الاوفر كوتشنج بتاعهم اللي هيعملوا حاجه مثلا هتفاجئ الخصم اللي قدامهم، فيبتدي يعمل حاجات غلط في التشكيل بدل ما يثبت الحاجه اللي كسب بيها ويطلع بالماتش لبر الامان. وكان سهل قوي النهارده ان انت قدام الاهلي تعمل اللي انا بقول عليه ده وتمشي بنفس الطريقه اللي لعبت بيها قدام بيراميدز. وفي الفيديو اللي فات شرحت ازاي هنقدر نلعب بنفس الطريقه حتى لو في مصابين، وقلت مين البدلاء اللي ممكن كمان يلعبوا مكان الناس اللي اتصابت في الماتش اللي فات، وطبق نفس الطريقه اللي لعبت بيها في ماتش بيراميدز. طبعا مفيش حاجه اسمها ما نلومش على احمد رؤوف. في ظروف ممكن تكون كبيره للزمالك واقع فيها، بس انت مجرد ما دخلت بطوله من ماتشين بتشيل كل الظروف دي على جنب وتبتدي ان انت تركز في الماتشين عشان تاخد البطوله اللي هتجيب لك برضو عائد مادي ممكن تحل بيه جزء من المشكله الماديه اللي عندك. في الموضوع بتاع ماتشين ده او بطوله من 4 5 ايام على بعضيها بتجيب كل المشاكل على جنب وتبتدي تركز في البطوله ان انت تعمل اللي عليك فيها وربنا بيوفقك. المفروض ان احمد رؤوف في ناس كتير عماله تقول وفي نغمه كبيره بتقول ان هو ما نلومش عليه. لا طبعا نلوم عليه، لان هو عمل اوفر كوتشنج رهيب في المباراه، وبدأ بناس ما اظنش ان هم يحلموا ان يعدوا من جنب سور نادي الزمالك. الفكره كلها ان انت بعد ما لعبت ماتش متقفل الماتش اللي فات وبتلعب تقريبا كنت بتلعب 4-1 المباراة اللي فاتت مع حرية ناصر ماهر قدام بيراميدز، وكان الوينجين بتوعك ملتزمين جدا بنتايج وحلاية دباغ، ملتزمين بان هم بيرجعوا بيقفلوا على الباكين اللي بيلعبوا قدامهم سواء محمد حمدي او الشيبي. النهارده عملت حاجه غريبه جدا، بدات المباراه بشيكو بنزا، بدات المباراه بسيف جعفر وعمرو ناصر. عمرو ناصر ممكن يكون كان طعم ليك في الماتش اللي فات كويس عشان انت مقفل فيقدر يضغط فتتعب الناس اللي قدامك، فتنزل سيف الجزيري فيرهقهم اكتر وينزل عليهم وهم تعبانين وفهمناها. انما تلعب بخطة 4-3-3 او هنقول ان هي 4-2-3-1 او ما كانش مفهومة هي 4-3-3، ويعني انت بتدي ادوار اللي كنت مديها لمحمد شحاتة في ماتش الجيش بتديها لسيف جعفر، اللي اساسا انا معرفش هو لغاية دلوقتي لو سألته هو نفسه مركزك المفضل ايه في الملعب او انت بتحب تلعب ايه هو نفسه مش هيبقى عارف. يعني هو نفسه تحطه في 6 مش نافع، تحطه في 8 مش نافع، تحطه في 10 مش نافع، تحطه على وينج مش نافع. فلعيب زي ده انت ازاي تعتمد عليه في ماتش ديربي زي الاهلي؟ هنقول ان انت لعبت او فهمت ان انت قدرت تكسب او توصل بالتعادل مع فريق زي بيراميدز، وقلت مثلا في عقلك ان هو اقوى من الاهلي ولسه كسبان الاهلي من قريب في الدوري والكلام ده كله. بس الاهلي مهما حصل والزمالك مهما حصل هيفضلوا اسمهم والجماهير بتاعتهم بتعمل فرق في الملعب. لما تعمل اوفر كوتشنج وتنزل ناس مش هيعرفوا يطبقوا لك الضغط اللي انت عامله ولا هيعرفوا يطلعوا لك بالكوره، يبقى انت بتفشل نفسك بنفسك. التشكيل ده لو كان هو انت غيرت فيه حتى لو هتلعب بنفس الطريقه كنت ممكن قوي قوي بدل ما انت تنزل سيف جعفر في الشوط الاولاني كنت تقدر تنزل مكانه احمد حمدي.
كان هيعمل لك استحواذ على الكوره، وكان هيلعب افضل منه بكتير كتير كتير جدا، وكان هيمسك لك نص الملعب هو وعبد الله سعيد وناصر ماهر وتحتيهم محمد شحاته. او كنت تخلي احمد ربيع يبدا برضو المباراه وتخلي محمد شحاته هو اللي مكان سيف جعفر. يعني دول حلين كان المفروض لازم واحد فيهم يحصل. او ان انت تخلي عبد الحميد معالي مكانه ويبقى هو اكنه وينج يمين، على ما بزيرة ينزل الشوط الثاني مثلا لو هو مصاب، زي ما شفنا ان هو نزل الشوط الثاني بالكامل. فانت تبقى قفلت الجبهه دي ضبه ومفتاح بواحد زي عبد الحميد معالي قدام عمر جابر. والناحيه الثانيه ممكن تعتمد ان شيكو بنزا هيكون هو اللي طاير، فانت تطير وينج واحد، والناحيه الثانيه بتقفلها كويس عشان تقدر تمسك كوره وتلعب عليه، سواء طويله او عمرو او هو او عمرو ناصر. آه لا، انت كمان رحت عامل حاجه جديده، رحت مخلينا شيكو بنزا هو اليمين وتحتيه سيف جعفر، وبيتبادل هو وعبد الله سعيد ادوارهم في 8، وخليت ناصر ماهر حر، ولا هو وينج ولا هو 10. وعمرو ناصر ما بقاش يعرف يطبق الضغط، فانت ما عرفتش تمسك كوره، ولا عرفت تلعب على الوينجين، ولا عرفت تلعب على التحولات، فخسرت كل حاجه لغايه ما جه فيك الجون الاول وكانت ماشيه بالستر. لو انت كنت مقفل بنفس الطريقه بتاعه بيراميدز في الماتش اللي فات، كان الكوره بتاعه الجون الاولاني اللي عملها زيزو لبن شرقي ما كانتش هتحصل اصلا. يعني ما كناش هنوصل لمرحله ان الاوفر اصلا يحصل، وكان حتى لو الاوفر حصل كان هيبقى الاربعه واقفين ورا صح، او الاثنين السرد باكات كانوا واقفين ورا صح. كان زمان محمد اسماعيل حاطط بن شرقي في صدره مش في ظهره، انت اللي عملت كده في نفسك. فانت ضيعت على نفسك فكره ان انت على الاقل خالص تبقى مقفل، وممكن بقى تلعب على الشوط الثاني تنزل بقى الناس بتاعتك السريعه اللي انت ارهقت خلاص النادي الاهلي ولعب عليك ضغط عالي فما عرفش يعمل حاجه فيبتدوا يقعوا بدنيا، فانت تلعب عليهم في الشوط الثاني مثلا اخر نص ساعه، وتنزل بقى سيف الجزيري وتنزل اللي انت عايزه. طبعا سيف الجزيري المفروض كان يبدا الماتش، احنا عارفين طبعا ان هو حظه كويس على ماتشات الاهلي يعني. بس يعني هقول ان الواحد زعلان جدا على ماتش زي ده، ان انا كنت متوسم خير في احمد رؤوف انه جه بعد يانيك فريرا، هو طبعا ارحم من يانيك فريرا بمراحل. بس الماتشات الكبيره اوعى تألف فيها، دي نصيحه. اوعى 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 الماتشات الكبيره تألف فيها، دايما العب صح. المراكز اللعيبه تلعبهم فيها صح. اللعيبه اللي قبل كده ما اثبتتش نفسها ما يشموش الملعب في الماتشات الكبيره. ده مش ماتش تجريبي عشان تجرب فيه ناس جديده زي سيف جعفر مثلا في وسط الملعب. الماتشات الكبيره محتاجه ناس يكون عندها روح، محتاجه ناس يكون عندها هدوء، روح وهدوء في نفس الوقت. محتاجه كوتش بره يكون هادي عارف هو بيعمل ايه بالظبط وراسم سيناريوهات الماتش، ما يتلخمش، ما يبقاش اصلا هو نازل بتشكيل غلط وعايز يصلحه فيروح منزل الشوط الثاني على طول منزل 3 تغييرات منهم اصلا تغيير يصيب الخيب بتاع بزيرة اللي هو اصلا مصاب، ممكن بعد 5 دقايق تلاقيه رفع ايده وقال لك الخلفيه تاني ويروح طالع بره. فانت اوريدي بتلعب على ريسك، فانت طالما انت بدات عامل الخطه البديله ان انت لو ما نجحتش في الطريقه بتاعتك دي هتبقى الطريقه الثانيه بتاعتك ريسك، يبقى انت اصلا ما عملتش السيناريو الاولاني صح، والسيناريو بتاعك تاني اضطراري، انت مش رسمه اصلا. انت لما اتزنقت ولقيت جه في الجون، يلا بقى عنده شد عنده شد ان شاء الله رجله هتتقطع انا مالي، المهم يلعب الماتش. افرض الراجل ده بعد 5 دقايق رفع لك ايده، انت كنت هتعمل ايه؟ فانت واضح ان انت لسه مدرب محتاج خبرات، محتاج ان انت تشتغل مع مدربين كبار، محتاج ان انت تجرب فرق صغيره في الدوري عشان تتعلم ان انت ازاي تدير ماتشات كبيره. الفكره كلها مش ان انت واقف على خط باصص لل10 في الملعب يلا انت انزل يمين وانت انزل شمال والكلام ده كله. الكوتشنج داخل الملعب حاجه تانية خالص غير اللي في الاستوديوهات وغير اللي انت ممكن تدرسه. الكلام الاكاديمي سهل جدا 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 الكلام الاكاديمي، بس الفعل والحقيقه دي حاجه تانية. ده اللي بيفرق مدرب كبير عن مدرب صغير، مدرب بيعرف يقرا الماتش وبيعرف يغيره لصالحه ومدرب ما بيعرفش. كنت اتمنى
ان النهارده الزمالك يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها الماتش اللي فات. يعني كان خط الدفاع زي ما هو فتوح، الونش، محمد اسماعيل، عمر جابر. كان المفروض يبقى بالنسبه لي احمد ربيع بدل محمد شحاته، ومحمد شحاته يكون على يمينه، وعبد الله السعيد يكون على شماله لو انت هتلعب بنفس الخطه اللي هي 4-3-3. ولو انت عايز تمسك نص الملعب قوي 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 وانت عايز تعمل الكلام اللي انت بتقوله ده، كان نفسي ممكن يبقى احمد حمدي يكون موجود وناصر ماهر، او كنت تحط ناصر ماهر دايموند وتقلبها اللي هو يبقى عمرو ناصر مع شيكو بانزا يكون لعيب حر زي ما منتخب انجولا بيلعبوا مهاجم، وتحطه على اليمين تحطه على الشمال هو كده كده مهاجم، وتلعب في نص الملعب اللي هو يبقى دايموند، يبقى احمد ربيع، محمد شحاته، عبد الله سعيد، ناصر ماهر. وانت كده يبقى قفلت عمق الملعب، وكمان في باكين موجودين، واحد على حسب الهجمه واحد بيطير واحد بيقف وهكذا. وفي نفس الوقت الناس دي بتعمل ضغط عالي وبترجع بتقفل الملعب كده في حاله ان احنا مش معانا الكوره، فانت يبقى قفلت على الباكين. وفي نفس الوقت نص الملعب بتاعهم اللي هم بيطلعوا عليه سواء ديانج سواء مروان عطيه، بتقفل عليه بناصر ماهر او محمد شحاته على حسب الترحيل بتاع الملعب. يعني هم لو واقفين كده هتقفل عليهم بشحاته وناصر، لو هم رايحين كده هتقفل عليهم بناصر وعبد الله سعيد، وشحاته يرحل وهكذا. واللعيب المهاجم تاني بيقلب اللي هو اكنه وسط ملعب، واحد يضغط وهكذا بالتبادل على حسب اتجاه الكوره. وبرده لو اتجاه الكوره يعني احنا بنهاجم مثلا ناحيه الشمال هتلاقي الملعب قفل كده بالشكل ده بالظبط، والناس ابتدت تقرب من بعضيها، مثلا فتوح يبتدي يطير فرقم 6 لو احمد ربيع يبتدي يجي هنا، عبد الله سعيد يجي هنا، محمد شحاته يقف على الدايره، ناصر ماهر يبتدي يقرب من الناس ودوت يعمل ضغط عالي وهكذا. فانت تبتدي يبقى شكلك عامل بالشكل ده اثناء الهجوم. كنت اتمنى ان الزمالك يلعب بالطريقه الدايموند زي ما انا قلت دي، وكنا ساعتها هنبقى افضل بكتير، شكلنا افضل بكتير، وتقدر تعمل ضغط عالي، وتقدر كمان بتلعب اكنك لاعب حر في وسط الملعب ولاعب حر في الهجوم. وشفنا ان هو عمل لهم ازعاج كبير جدا، ان هو كان بيستلم الكرة بوشه وبيروح ما بيخافش كوبانزا، وكان بيروح وما بيهموش، بس اللمسة الأخيرة ما كانتش بتكمل، لأن أنت على قد ما الشكل إن أنت منزل ناس بتلعب من عمق الملعب، على قد ما هم ما كانوش قريبين من بعض ومش قادرين يعملوا جمله وباص او 1 2 عشان يعدوا من الناس اللي في وسط ملعب الاهلي، وخصوصا ان هو موقف لك ديانج ومروان عطيه. فانت مش هتعرف تضرب الاثنين دولت بشغل فردي، يعني مش هينفع تضرب الاثنين اللي واقفين في نص الملعب قدامك من الاهلي بشغل فردي، اللي هو ناصر ماهر لو عدى من واحد هيلاقي الثاني جاي، لو عدى من الثاني هيلاقي الواحد الثاني جاي. الشغل الاثنين دولت كانوا بيتضربوا بحاجه واحده بس، ان اللعيبه دي بتاعت نص الملعب بيقربوا من بعض، واحد يكون من المهاجمين ينزل اكنه ساقط في البلايند سايد او الجهه العاميه ما بين السيرد باكات وما بين وسط الملعب، يستلم في ظهر ده وده يشد مع المدافعين وهكذا، عشان ما يقدروش واحد منهم يخش يقفل على الراجل ده، وتقدر تطلع بالكوره بطريقه سلسه، ويبتدوا يكملوا مع بعض ويطلعوا مع بعض ككتله واحده وقريبين من بعض، يقدروا يعملوا وان تو هات ويقدروا يضربوا الخط بتاع الوسط ده اللي فيه اتنين مجهودهم عالي جدا من النادي الاهلي، اللي هو ديانج ومروان عطيه. يعني اظن ان لو كان لعب كده كنا على الاقل خالص هنوصل ببر الامان للماتش، او على الاقل خالص كنا قدرنا كمان ان احنا نخطف اهداف. مش هتكلم طبعا على كوره سيف الجزيري والجون اللي ما اتحسبش، ومش هتكلم على ضربات الجزاء اللي ممكن تكون كانت لصالح الزمالك وفيها حاجات تقديريه ممكن تكون لصالح الزمالك. الحكام بنسيبها للحكام، بس طبعا الزمالك على الاقل خالص كان يستاهل ضربة جزاء لشيكو بانزا. والجون اللي جايبه اشرف بن شرقي كمان عليه لغط في حته ان هي ممكن تكون لمست ايده من صدره وهو بيحطها قدامه، ممكن تكون لمست ايده بس الفار ما رجعلهاش اصلا. على العموم هي بطولة وراحت، والقدر بيبعت لنا رسالة ان انت اشتغل صح، هات لعيبه صح. في لعيبه كتير جدا ما تستحقش تكون موجوده في الزمالك، تقدر تعمل من اللعيبه اللي انت لسه جايبها الموسم اللي فات تقدر تبيع منهم جزء كبير في يناير اللي جاي، وتقدر تدخل فلوس وتجيب يعني لو هتبيع مثلا 5 6
من اللعيبه اللي جم مالهمش لازمه، تقدر تجيب بيهم 2 لعيبه او 3 بالكتير يكونوا فعلا كويسين. وطبعا حامد حمدان لازم يجي نص الملعب. متهيألي الطقم كله اللي احنا جبناه اول الموسم مش نافع منهم غير محمد اسماعيل وبزيرة. شيكو بنزا مع السلامه، عمرو نصر مع السلامه، احمد شريف مع السلامه، سيف جعفر مع السلامه. الطقم اللي موجود ده احمد ربيع ممكن يجي منه بس يكون بديل لدونجا. آه، تجدد لاحمد حمدي ويرجع لذاكرته. انا معرفش هو ماله في ايه، عشان ما بتلعبهوش الا وقت قليل جدا، مع ان انت لو اديت له ماتش واثنين وثلاثه هيبتدي يجيب فورمه وهيبقى كويس جدا وهيساعدك وان انت تقدر تمتلك نص الملعب بيه. اتمنى الطقم شويه الناس اللي احنا جبناهم اللي مش هيفيدوا نادي الزمالك ولا دلوقتي ولا بعدين نتخلص منهم ونجيب بتمن الثلاث اربع لعيبه ولا الخمس لعيبه اللي هيمشوا. 2 لعيبه او 3 لعيبه بالكتير يكونوا كويسين فعلا، يعملوا لك اضافه عشان تقدر ان انت تقف على رجلك تاني كفرقه. ومع الانتقالات بقى الشتويه باذن الله تضيف عليهم 2 لعيبه كمان ولا حاجه، يبقى انت كده فعلا وقفت فرقه على رجلها وعملت يعني فترتين انتقالات كويسه. بعد طبعا ما نخلص من ايقاف القيد اللي احنا دخلنا فيه، واللي جاي كمان بتاع نضاي وشلاك. يعني ربنا يكون في عون الزمالك والزملكاويه والله من اللي بيحصل ده، وان شاء الله ارض اكتوبر ترجع وتحل لنا كل المشاكل باذن الله. مش هطول عليكم اكتر من كده، الواحد متنرفز ومتعصب من ماتش كان محتاج فقط مدرب يكون عنده خبره شويه. يعني متهيألي لو كان محمود فتح الله مثلا مكان احمد عبد الرؤوف، عنده خبرات شويه ولعب او درب في نادي كبير زي بيراميدز، كان بيدرب تحت ضغوطات، مهما كان هيبقى افضل شويه، كان هيبقى عقلاني شويه عن احمد عبد الرؤوف. يعني احنا كنا محتاجين مدرب يكون عنده خبرات بس واهدى ان هو يقدر يتصرف في ماتش كبير زي كده، ما يعملش اوفر كوتشنج ويطلع بالماتش لبر الامان. وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. عاش الزمالك باذن الله، ويا رب نمشي على خطى صحيحه والناس تبتدي فعلا يعني تقف مع نفسها واقفه صح. وعلى فكره انا ما بتكلمش كلام غير فني، يعني ما بدخلش في موضوع مجلس الاداره مع انهم مقصرين في حاجات كتيره جدا. انا بتكلم بس دايما في معظم الاوقات في الملعب، عشان الكلام في مجلس الاداره لو اتكلمنا هيطول ويطول ويطول، وممكن اقعد اتكلم 10 ساعات والكلام برضو مش هيخلص، وانا محتاج فيهم 100 ساعه عشان الناس دي بس تحس بقيمه المكان اللي هم فيه، وحصلت الجماهير على النادي اللي هم بيشجعوه وبيحبوه. عاش الزمالك وان شاء الله اللي جاي افضل. السلام عليكم.